قبل ما تبدأ حضر نفسك، لأن اللي هتسمعه دلوقتي مش قصة من أفلام الرعب ولا رواية خيال علمي. دي حادثة موثقة موجودة في سجلات الشرطة والصحافة وشهود العيان. القصة دي بتحصل مرة كل 1000 سنة. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان مخك هيولع فعلا من اللي هتسمعه. سنة 1930 في واحد اسمه جو لابيلي، صياد كندي بسيط متعود يعدي على قرية صغيرة اسمها أنجيكايني قريبة من بحيرة في شمال كندا. القرية دي كانت مأهولة بشعب من السكان الأصليين، ناس مسالمين جدا وكانوا دايما بيستقبلوه بحفاوة لما يجي يبيع أو ياخد مؤن. لكن في المرة دي الأمور كانت مختلفة تماما. جو وصل للقرية زي ما اتعود، بس من أول لحظة حس بحاجة غلط. مفيش صوت، مفيش حركة، مفيش طفل بيجري ولا ست بتطبخ ولا راجل واقف يسلم عليه. الجو كان مريب. راح ناحية أول بيت، الباب مفتوح، الأكل لسه على النار شغالة والشوربة بتغلي، بس مفيش حد. دخل بيت ورا التاني، نفس المشهد، البيوت فاضية بس كأن الناس كانوا لسه موجودين من دقيقة. هدومهم في مكانها، الأكل لسه دافي، الأسلحة موجودة وكل حاجة طبيعية، إلا حاجة واحدة، مفيش بشر. جو خاف وجرى على أقرب نقطة شرطة، بلغ وقال لهم القرية كلها اختفت. السلطات طلعت فوراً على المكان وفعلاً تأكدوا إن القرية كلها كانت فاضية. بس الغرابة ما وقفتش هنا. الكلاب اللي كانت مربوطة بره البيوت لقوها ميتة، لكن مش مقتولة، دي ماتت من البرد والجوع. يعني الناس مش بس اختفوا، دول سابوا حيواناتهم وربطوهم وما رجعوش ليهم. الشرطة بدأت تفتش أكتر، راحوا على المقابر اللي كانت حوالين القرية ولقوا حاجة تقشعر لها البدن. القبور كانت مفتوحة ومفيش فيها جثث. مش بس الناس اللي كانوا عايشين اختفوا، حتى الموتى اختفوا. دلوقتي السؤال، إيه اللي حصل؟ هل دي حادثة اختطاف جماعي؟ هل في مرض غريب انتشر فجأة وخلى الناس يهربوا؟ ولا في قوة خارقة تدخلت؟ لحد النهاردة مفيش إجابة واضحة. في ناس قالت إن دي كانت تجربة سرية من الحكومة الكندية، واللي حصل تم التكتم عليه بالكامل. وفي اللي راح للبعيد وقال إنها كانت عملية اختطاف من كائنات فضائية، وإن في شهود شافوا أضواء غريبة حوالين البحيرة في نفس التوقيت. وناس تانية قالت إن القصة كلها مفبركة وإن الصحافة بلغت. لكن السؤال هنا، لو القصة مفبركة، ليه الشرطة سجلت البلاغ رسمي؟ وليه السلطات ما قدرتش تفسر اللي حصل؟ المريب كمان إن من وقتها مفيش حد رجع سكن القرية دي تاني، ولا حتى القبائل المجاورة قربوا منها، كأن المكان بقى ملعون أو ممنوع حد يقرب له. وبكده تبقى قرية أنجيكايني واحدة من أغرب وأعمق الألغاز اللي حصلت في العصر الحديث. قرية كاملة، سكانها، موتاها، تاريخها اختفوا كأنهم ما كانوش موجودين أصلاً. السؤال بقى، هل ممكن فعلاً ناس يختفوا فجأة من غير ولا أثر؟ وهل في قوى أو كيانات فعلاً بتراقبنا وإحنا مش واخدين بالنا؟ ولا دي كلها صدفة غريبة ومبالغة في الكلام؟ قول لي رأيك في الكومنتات، وافتكر في حاجات في الدنيا عمرنا ما هنعرف تفسيرها. ولو عجبتك القصة دي اشترك في القناة، لأن اللي جاي هيخلي دماغك تلف أكتر من كده.